والله الحكومة الكندية دي هتجننا. كل يوم بيطلعوا لنا بقرارات جديدة أو قوانين بتغير كل حاجة. كل يوم إعلان، كل يوم تصريح يخليك تسأل نفسك هو إيه اللي بيحصل؟ هو هل الحلم الكندي بقى فعلا صعب قوي كده؟ في الحلقة دي هنتكلم على تغييرات ضخمة جدا أثرت على كل اللي بيفكر يهاجر، يدرس أو حتى يشتغل في كندا. مش بس كده، كمان التغييرات دي هتأثر على السنين الجاية 2025 و2026. استعدوا، الحلقة مليانة بمعلومات كتيرة جدا هتغير وجهة نظركم تماما. استنونا في الحلقة دي. خلونا نبدأ بالخبر اللي صدم الكل، إن الحكومة الكندية أعلنت تقليل عدد الإقامات الدائمة المتوقعة خلال السنوات الجاية بنسبة 20%. أيوة، رقم صح، 20%. الرقم اللي كان المفروض يكون حوالي 500 ألف مهاجر بقى حوالي 395 ألف. طب ليه؟ والهدف ليه من الموضوع ده؟ الهدف الرئيسي هو تقليل النمو السكاني، بسبب ان في زيادة رهيبة جدا في السكان، والطلب على المساكن بيزيد بشكل جنوني، والبنى مش قادر يغطي الكلام ده. وكمان كندا كانت فتحت ابوابها بشكل كبير جدا للمقيمين المؤقتين اللي هو زي البيرمننت ريزيدنس والطلاب الدوليين، وخلق ضغط كبير جدا جدا على كل الخدمات اللي موجودة في كندا. والنتيجة كانت ان الحكومة قالت لك طيب احنا هنقوم مقللين كل الاعداد، وده معناه ان عشان تخش كندا سواء permanent residence كمقيم دائم او طالب هيبقى شيء صعب جدا، وهيبقى اصعب من اي وقت قبل كده. خلونا نبدأ بتصاريح الدراسة والعمل. الحكومة بدأت تقلل أعداد الطلاب الدوليين المقبولين بنسبة ضخمة جدا، وصلت ل 45% على مدار السنتين الجايين. يعني بدل ما هيستقبلوا مئات الآلاف اللي كانوا المفروض يجوا كندا، الرقم هيكون محدود جدا، حوالي 437 ألف طالب بس في 2025-2026. ده معنى كده إيه؟ إن هم كان التخفيض في السنتين اللي فاتوا حوالي 35%، زودوا لنا 10% كمان، وصلنا لتخفيض 45%. طيب ليه الحكومة بقت أشد حزما؟ لأنه قبل كده كان بتيجي بتصريح الدراسة، تدخل تقعد تلاقي شغل، تطلع تصريح عمل تقلبه إقامة دائمة، والموضوع زي ما احنا عارفين كل الهنود والصينيين وكل الجنسيات كانت بتعمل كده. لكن لما قفلوا البرنامج اللي كان بيسرع الهجرة أو الدراسة للصينيين والهنود، تحول الموضوع النهارده انه بقى صعب جدا انك تحصل على ستادي بيرميت. ليه؟ لانك هتقدم على الجامعه، نمره واحد لازم الجامعه تقبلك، وبعدين تروح تقدم للسفاره على تصريح سفر انك محتاج فيزا سفر لكندا على ستادي بيرميت. بس مش بس دي بقى، ألزم الجامعة كمان إن الجامعة تبعت للسفارة تقول لهم والله إن أنا الجامعة الفلانية أنا موافقة على إن الشخص ده يجي يدرس عندي. طب إيه الهدف بقى من الخطاب بتاع القبول ده؟ إنه حصل في السنين اللي فاتت كمية تزوير رهيب، أدى إلى إن بقى في ناس كتيرة جدا موجودة في كندا بيوصلوا كندا، يجي يروح الجامعة اللي قبلته مفيش حاجة. وطبعا إحنا عارفين إن الكلام ده كله كان متظبط من قبل كده، ولكن هو النهارده لما بيروح كندا بيقول لك كندا انا طالب جيت ما عنديش اي حاجه اعملها، اتنصب عليا، انا عايز اقعد هنا في البلد. وبالتالي كانوا بيضطروا يسهلوا لهم الامور ويقعدوا. ولكن الاجراءات الجديده خلت بقى في تشديد جدا على كل حاجه. الحاجه الثانيه ان حتى لو انت طالب ماجستير او دكتوراه ودراسات عليا، بقى في بعض الولايات زي البرتا مثلا بتطلب كمان خطاب من الولايه نفسها، مش بس بقى الجامعه والسفاره، لا، فبقت الولايه كمان بتدخل معاك. الحاجه بقى كمان المهمه جدا والاضافيه اللي كمان التغيير اللي بقى مش حلو قوي، ان كان زمان انت وزوجتك تقدروا تشتغلوا مهما كان عدد شهور الدراسه بتاعتك، لكن دلوقتي لا. قال لك انك في حاله ان البرنامج الدراسي بتاعك اقل من 16 شهر، مراتك مش هتقدر تكون ليها الحق ان هي تقدم على تصريح عمل زي زمان. وكمان الحاجه كمان اللي صعبوها ان كشف الحساب البنكي او البروف اوف فاند اللي عندك، بدل ما كان زمان 10,000 بلس فلوس الدراسه، بقى 20,000 بلس فلوس الدراسه. يعني لو دراستك ب 20 يبقى تحط 20، يبقى فيعني لازم تكون مستعد ماليا قوي قوي، عامل حسابك انك هتدفع فلوس كتير قوي في كندا. هي كندا حاليا بدات تصعب الامور، وممكن في ناس بتقول لا، هي بتحاول تصلح المشاكل اللي حصلت والمهزله اللي حصلت في ال5 سنين اللي فاتت، من ارتفاع اسعار المساكن بشكل رهيب ومبالغ فيه، ارتفاع اسعار الايجارات بشكل رهيب. ناس كتيره جدا، انا واحد منهم، كنت عايز اغير المكان الايجار بتاعي ما عرفتش من كتر ما اسعار الايجارات بدات تولع. انت واتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده، انت النهارده بتتكلم في 3000 ونص، وصلوا 4000 عشان تاخد اوضتين. حاجه 4000 دولار، ده رقم، ده اعلى من المورجج، يعني اعلى من المورجج اللي الشخص بيدفعه عشان يمتلك منزل في كندا. فطبعا كل الضغط العالي جدا من الطلبه ومن المقيمين الدائمين اللي هجموا على كندا في الوقت ده،
خلوا الحكومة الكندية تبدأ تفكر في تجديد وتصعيب الإجراءات الخاصة بالهجرة. هو السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا دلوقتي: هل الهجرة لكندا تستاهل؟ طيب لو أنا بفكر أجي كطالب، أو التغييرات دي هتأثر عليا بشكل كبير جدا، الحياة في كندا كانت حلم لكل الناس، طب هل لسه الحلم ده هو اللي احنا عارفينه ولا بدأ يتغير؟ أسئلة كتيرة جدا جدا بدأت تشكل ضغط كتير جدا على كل الناس اللي بتفكر في الهجرة. لكن اللي هقوله لكم: خلوا عندكم إيمان في ربنا، خلي خطتك تبقى أقوى بقى من الخطط الأولانية. ما تسمعش لأي حد يضحك عليك ويحاول يفهمك إن الهجرة سهلة، ويلا تعالى وهات أي فلوس وأنا هجيب لك عقد عمل، وسيبك من الكلام ده كله وإحنا عندنا الحل. نصيحتي: هعمل فيديو جديد وفيديو تاني مختلف بيتكلم على النصب في كندا، وفيديوهات النصب على اليوتيوب اللي أنا بقيت بشوفها يوميا. أرجوكم خلوا بالكم، وربنا يوفقكم، وفكروا كويس قوي في الهجرة، وفكروا في الإجراءات قبل ما تاخدوا خطوة. وربنا يوفقكم جميعا، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الجديد. وأنا أحمد حمائي، وأشوفكم في فيديو جديد قريب.